وانا خصيم اي واحد نشر هذيك الاغاني باش يدير بها الترند ولا شي. انا خصيمه امام الله يوم القيامه. الاغاني كنذكر بانني تبرأت منها وبانني لا يشرفني ان نكون مشهور بها او عامل ترند او شي حاجه هكا. هذا الشيء انا ابرأ الى الله منه. فمثلا انا ملي تبرأت من الاغاني راه الوزر ولا على الناس اللي كيسمعوها ولا كينشروها ولا كيديروها في مواقع التواصل، ما بقاش عليا انا. سوا الخوت مرحبا بكم في هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم غنتكلموا على الشاب رزقي، وهذا ماشي غير المره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا حتى الرابعه اللي كيطلع الشاب رزقي في فيديو كيتبرى من الموسيقى ديالو. يعني كاين بزاف ديال لي بودكاستات في يوتيوب اللي ما امكن كيحاول ما امكن انه فهمتيني يقول بلي ان الموسيقى ديالو راه ما بقاتش، انه هو ما بقاش كيدير ديك الموسيقى، انه هو ما بقاش اعتزل نهائيا، وانه كيتبرى من اي واحد كيدير الموسيقى ديالو او لا كيطلع وكيحاول انه يتراند الموسيقى ديالو. هذا الفيديو هذا علاش درتو بالضبط، واخا انه راه ديجا دوا على هذا الشيء هذا، حيتاش في هذه القضايا هادو دابا اللي طراو من مورا القضايا ديال الهجره السبتة عاوتاني بدات عاوتاني ديك الموسيقى القديمه بدات كترجع. نعطيكم انا مثال بهذه القضيه ديال دابا ديال الحريق. واحد الاغنيه من الرضا الطلياني حتى هي ولات كتطلع واخا انها قديمه ديال بصح، وهي اصلا كتدل داكشي ديال الغربه. وميم طون حنا اللي غنتكلموا على الشاب رزق غنتكلموا كذلك على واش الراب ولا الراي كيأثروا على الناس او لا على بنادم او لا على الشباب المغربي انه يحرق، فهمتيني؟ يعني واش اين واحد فيهم بالضبط، واش الراي ولا الراب؟ دونك الخوت اللي عجبكم هذا الفيديو هذا بطبيعه الحال لايك لهذا الفيديو وسبسكرايب للشانل كامله، وبلا ما نطول عليكم بزاف الخوت نبداو بالشاب رزقي. كيف قلت لكم الشاب رزقي ماشي اول مره ولا ثاني مره ولا حتى ثالث مره كيطلع في فيديو كيقول بلي انه كيتبرى من الموسيقى ديالو. كاين بزاف ديال لي بودكاستات في يوتيوب اللي دوا فيهم على علاش انه اعتزل وعلاش انه سالا. كاين منها انه فاش خلص بروسي من عند واحد البوليسي وقال ليه واش ما كتعرفش شكون معاك، راه معاك فنان ويقول لكم من بعد. وعاوتاني جاتو هو واحد اللعيبه اللي في شكال واللي كيقول بلي ان هادشي هذا راه فهمتيني ما غيدير فين اصلا الطريقه ديال الغناء وهكا راكم عارفين. يعني واحد كيغني الراي اشنا هي اكثر بلاصه واكثر لوكال اللي خصو انه مثلا يغني في داك الشيء هو لي بواط هو البيران، فهمتيني؟ يعني هذاك الشيء هو اللي كيدي انه فهمتيني ديك الطريقه ما مسلكاش وديك الطريقه هو اصلا ما عجباش. لهذا تاب واحد التوبه اللي نصوحه، وهذا الشيء هذا كنقول لك راه سنين وسنين هذه. يعني هذا الشيء راه ماشي غير دابا. ومن هنا كيف قلت لكم خرج في بودكاستات وخرج في بزاف ديال الفيديوهات كيتكلم واللي كيوضح فيهم بزاف ديال الحوايج. ومن هاد الحوايج هادو نيت هو الحوايج ديال البوليس اللي قلت لكم اللي كانت تا هو واحده من اهم الاسباب ديال انه يسالي هذا الشيء هذا بمره. وكذلك انه داك الشيء راه كيحساس بلي انه ما مناسب ليه وكيحساسوا بزاف د الحوايج. لهذا نشوفوا حنا الفيديوهات وحده من الفيديوهات ديالو اللي خلاتني انني ندير هذا الفيديو هذا، بحيث ان الاغنيه ديالو ديال انا الغلطان تراندات عاوتاني. علاش؟ حيت ديما دوك الاغاني القدام كيترانداو واخا انهم كاع يتمسحوا من عند ماليهم، ولكن راه كيطلعوا ان فوا كيطلعوا. حيت ديجا مثلا نعطيكم اكزومبل مثلا بانستغرام بوستي مثلا شي داك داك الموسيقى اللي كاينه في ديك راه كتعتبر اوريجينال اوديو ديالك. يعني واخا انها تكون ديجا كاينه عند ماليها ولا انها تكون ديجا معروفه في شي قنت ولا ديجا عندها فهمتيني داك اللي غناها، ان فوا كتبوستيها كتحسب ليك ديالك. ومن تما عاوتاني كتعود عاوتاني الروميكسات كتزيد تروميكسا حتى كتوصل من بزاف د الناس وكتعاود عاوتاني الترانكا. وهذا الشيء هذا هو اللي كيرجع بزاف ديال الاغاني قدام فهمتيني اللي اصلا تقلب عليهم وما تلقاهمش، فهمتيني؟ تقدر كاع تلقاهم عا في شي تشانل اللي ماشي كاع شي مغني غناها ولا شي حاجه بحال هكاك. دونك لهذا غنشوفوا هذا الفيديو هذا ديالو فاش ترانكا الاغنيه ديال انا الغلطان عاوتاني في هاد الايام هادو. السلام عليكم. احيانا ملي كطلع القطار ولا الحافله كتكون مسافر مثلا كتجيبك الظروف انك كتاخذ هذه الوسيله من وسائل يعني النقل، كتلقى شي واحد يعني جاب التليفون وطالق كيدخل التيك توك ولا دخل اليوتيوب وطالق يعني الموسيقى على حدها، فهمتي؟ يعني كيكون واحد الازعاج ولا شي واحد كيهضر في التليفون وكيهضر بحال جالس في دارهم، يعني ما عندوش المشكل. دير اخويا يعني السماعات لي زيكوتور وهضر واسمع داك الشيء اللي بغيتي شغلك هذاك انت. يعني حنا ما غاديش نقول لك ما غندخلوش دابا في حلال ولا حرام، غير ما تاديناش حنا، ما تصدعش لينا راسنا. الا جيتي انت تطلق الستاتي ولا اخر يطلق الغيوان ولا اخر يطلق الموسيقى ديال سواسه، وانت انا غادي نجبد ندير لك انا شي اناشيد سنخوض معاركنا معهم ولا ندير لك غرباء ولا ندير لك القران. المهم هذاك كيدوي على واش شي سيتوياسيون واقيلا عايشه ولا شي حاجه. المهم السلام عليكم. مني درت هذاك الفيديو اللي كنذكر بانني تبرأت من الاغاني ديالي وبانني بدلت حياتي وكنشتغل بالتجاره. الاغلبيه ديال التعاليق تعاليق طيبه وكلام جميل
من قلوب طيبه، يعني كل اناء ينضح بما فيه. الانسان اذا كان طيب كيخرج من الفم ديالو كلام طيب وكلام جميل ودعوات. لكن كاين بعض الناس اللي كيقول لك اودي انت كدير الاشهار للتجاره ديالك، وانا كنأكد لك بانني كندير اشهار التجاره ديالي. الحمد لله كندير اشهار العمل حلال وتجاره حلال ومنتوجات حلال، ما كنديرش اشهار الاغاني. بالعكس الاغاني كنذكر بانني تبرأت منها وبانني لا يشرفني ان نكون مشهور بها او عامل ترند او شي حاجه هكا. هذا الشيء انا ابرأ الى الله منه. كيما شفتوا في هذا الفيديو هذا جاوب على بزاف ديال الكيستيون اللي اهمها انه دابا ولا كيدير التجاره ولا انه كيبروموتي ليها بلاص انه ما يبروموتي الاغاني ديالو. وفهمتي كتعتبر حريه شخصيه، فهمتي يعني ان ما كاين حتى شي واحد انه قاد انه يبدل هذا الشيء هذا من غيره واحد هو اللي دار اصلا بيدي دوك الاغاني. هو اصلا كيقولها بلي انه فاش كيكون في واحد البلاصه واللي ما عارف اصلا شنو كيدير، واصلا كيقول لك بلي انه كان في سن المراهقه ديالو، يعني انه يعني راكم عارفين كاع الناس كيزبلوا، كاع الناس كيديروا شي حوايج اللي كيكونوا خارجين على الاطار ديالهم هما كشخص. وهذا الشيء هذا هو اللي داروا هذا الشاب رزقي هذا. دونك الخوت غنشوفوا واحد من اهم لي كيستيون اللي هما واش الاغاني كيأثروا على ماشي غير المود وانما على حتى اللعيبه ديال الحريق. يعني حتى هذه القضيه ديال الحريق فريمون راه باقي لحد الساعه كاينه، باش بلا ما يسحبكم بلي ان الموضوع ديال الحريق راه تسد. يعني باقي في هذه الاحوال هادو وفي هذه الايام هادو مازال الناس كيوصلوا للسبته. يا هذا اسبانيا دابا تشوف دابا دير الاجراءات ديالهم. اصلا الاجراءات دابا راه غتكون دابا من اسبانيا، بحيث ان راه اسبانيا اصلا رفضات الطلب ديال المغرب على ود كسبتهم ليا. لهذا اسبانيا هي اللي غتعرف شنو غدير بهاد الناس هادو دابا اللي جايين ولا هاد الناس هادو اصلا اللي كاينين دابا تما. ولكن نرجعوا للنقطه المهمه اللي قلت لكم، واش الاغاني كيأثروا. شوف الاغاني كتعتبروا من اهم الاسباب، باش بلا ما نكذب عليكم الاغاني من اهم الاسباب، وكنظن واقيلا من اهم الاسباب اللي خلات هذا الشاب رزقي هذا ديال انه يساليها، فهمتيني. حيت بزاف د الناس يقدروا يتبلاو غير من الاغاني، يقدروا يتبلاو يعني ماشي يتبلاو بالاغاني، يتبلاو من الاغاني. يعني انه مثلا يسمع شي طراك شي حاجه مثلا بحال هكاك فهمتيني ديبريما يزكارو يكمي ولا يجي شي حاجه اللي فهمتيني اللي تقدر تضرو في صحته. وهذا الشيء عاوتاني كيطرى النفس ديالو الناس عاوتاني اللي بغاو يحرقوا، فهمتي، خاصه في دوك الاغاني ديال الراي بحال مثلا الشاب رزقي، بحال مثلا ذاك الرضا الطلياني. حيت كاين واحد التراك عاوتاني ديالو ولا واحد الاغنيه ديالو اللي فهمتيني بزاف د الناس كيتسمعوها ان فوا كيوصلوا للغربه كيطلقوها، فهمتيني. وبزاف ديال الاغاني ديال الراي، وسورتو الراي. علاش الراي بالضبط؟ حيت الراي ماشي حيت الكاتيجوري ديال الناس اللي كتوصل مثلا ولا اللي كتهاجر هي اللي كتصنت الراي بزاف. يعني كاين حتى كذلك الناس اللي كيتصنتوا الراب، ولكن كاين بزاف المغنيين ديال الراي اللي فهمتيني كيطلقوا ديك اللعبه ديال الحركه. يعني مثلا ديال انه واحد وصل لبرا، فهمتيني، ديك الاغاني ديال انهم ولا الغرباء صعيب، فهمتيني بحال هكاك. يعني كاين بزاف. بينما هنايا اصلا في الراب كانوا قلال. يعني شكون كاع اكثر رابور هنايا اللي كان كيدوي على هذا الشيء هذا اللي هو حاري، فهمتي. واخا ان دابا مابقاش كيدوي عليه. حاري فيت لافطيس حراقه، حاري عاوتاني عايم هذيك 4 الصباح وما كنجاوبش. حتى هما كانوا من اهم ولا من احسن جوج تراكات تقريبا انا نيت كنسمعهم، فهمتيني، واللي كيعتبروا واعرين ديال بصح، واللي بزاف د الناس تا هما كيطلقوهم. ولكن واش هذا الشيء كيأثر من طبيعه الحال؟ ولكن واش الراي ولا الراب كاين واحد الاختلاف صعيب بين هاد الجوج هادو، واحد الاختلاف اللي فهمتيني نقدر نقولوا انه صعيب بين الراب والراي. علاش؟ الراب بحال قلتي الراب كيعطيك الاسباب. يعني الراب مثلا في حاله مثلا شي واحد دابا يقول لك باغي يهاجر ولا الموضوع ديال الهجره، ولا شي واحد دابا كيقول لك باغي يطلع لبرا، كيقول لك علاش هو باغي يطلع لبرا، فهمتيني. يعني كيقول لك ان الوالد ديالو مريضه، ان الوالد ديالو حتى هو مريض، انه باغي يصوفي العائله ديالو، فهمتيني. يعني كيعطيك بزاف ديال الاسباب اللي عاشوهم هنايا واللي ادات بهم انه هو يمشي لبرا. اما بالنسبه للراي كيقول لك في ديك اللحظه، في ديك المومنت ديال ان بنادم وصل لتما، ان فوا بنادم حط رجليه في برا الراي، فهمتيني. النيشان كيطلقوا لك دوك الاغاني ديال الراي، ديك الشابه، فهمتيني، راكم عارفين. وهذا الشيء انا اللي كيبان لي من بزاف ديال التراكات سواء في الراب ومن بزاف ديال الاغاني سواء في الراي. الاغاني ديال الراي كيعطوك هذيك الفرحه، داك الدوبامين اللي كيتفرز لك فاش كتوصل لبرا، هذاك هو الراي، فهمتيني. بينما الراب كيعطيك شنو من الاسباب علاش انت اصلا باغي تحرك، فهمتيني. يعني الوالده مصوبيه، علاش انا اصلا باغي نمشي لبرا، يعني باش نصوفي، فهمتيني. يعني كيعطيك هو كيقول لك هاجر. ودابا مثلا شي موضوع كيقول لك انه سير هاجر، ولكن كيقول لك علاش خصك تهاجر، فهمتيني. يعني كيعطيك بزاف ديال الاسباب. وهذا الشيء هذا هو اللي كيبان لي انا، فهمتيني، الحقيقه ولا الحاجه الصحيحه ما بين الاختلاف او الفرق
ما بين الراب والراي، وانهم واش كيأثروا على الناس باش يهاجروا ولا لا. بطبيعه الحال بجوجهم كيأثروا، وبطبيعه الحال كل واحد الاسباب باش كيأثر بهم. كاين واحد كيأثر بهم حيت انه كيعطيك الاسباب علاش انت باغي تحرق وعلاش انت شنو اصلا خصك دير في برا اللي هو الراب. والراي هو اللي كيعطيك مثلا ديك المومنت اولا ديك اللحظه فاش انك غادي توصل لبرا، فهمتيني، باش فهمتي ديك الدوبامين الخفيف ديال انك صافي وصلتي لبرا خصك تفرح، فهمتي، ديك الفرحه ديال انك راه حطيتي رجليك في الاراضي الاوروبيه. صراحه راه وضحت لكم بهذه البساطه هذه، واخا ان راه كاينين بزاف د الناس عندهم شي اراء اللي مختلفين، وكذلك الروابا بحد ذاتهم بجوجهم يتسولوا على هذه الكاستيون هذه باش بالضبط اللي هما مثلا كيكريو هذا الشيء هذا، هما اللي اصلا اللي خصهم يكون عندهم الجواب ديال هذا الشيء هذا اولا هاد القضايا هادو واش كيأثروا على النفسيه ولا على المود وحتى من الافعال ديال بنادم. دونك الخوت هذا ما كان في هذا الفيديو هذا. هذا الفيديو هذا دوينا فيه على الشاب رزق بالسبب ديال انه علاش تبرى من الموسيقى ديالو، كذلك الفرق ما بين الراب والراي واش هما كيأثروا باش ان بنادم يحرق ولا لا. دونك الخوت اللي عجبكم هذا الفيديو هذا بطبيعه الحال لايك لهذا الفيديو هذا، سبسكرايب للشانل كامله، وبلا ما نطول عليكم بزاف. تهلاو.